بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور أحمد راشد. طبعا احنا هنبدأ نشرح الاوتونوميك نيرفس سيستم بناء على الإحصائية اللي كان دكتور أحمد عملها على الجروب. فيعني لقينا إن الاوتونوميك أغلب الجامعات بتبدأ بيه، فهنبدأ إن شاء الله مع بعض في شرح درس مهم جدا في الاوتونوميك، وده يعتبر أول سؤال مهم جدا بيتكرر في أسئلة امتحانات نظري وأسئلة MCQ وأعمال سنة، فهو سؤال يعني مهم. فهنتكلم عليه ببساطة. قبل ما نبدأ أصلا في شرح الأوتونوميك جانجليا لازم نشوف الدرس أصلا بيتكلم على كذا عنوان. الدرس بيتكلم عن تعريف الأوتونوميك جانجليون وأنواعها، ورقم 3 في الآخر وظائفها. بكل بساطة هو التعريف مش مكتوب، ولكن احنا هنقوله لأنه مهم وياريت تكتبه ورايا. الأوتونوميك جانجليا عبارة عن collection of nerve cells outside the CNS. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عندنا ده رسم للسنترال نيرفس سيستم اللي هو السي ان اس، عباره عن السيربرال كورتكس والبرين ستيم، والنازلين بيكملوا بالسباينال كورد. ده بسميهم سنترال نيرفس سيستم. اي مجموعه خلايا بيتحدوا مع بعض ويعملوا عقد في اي مكان بقى. العقد دي طالما هي عباره عن عقد عصبيه متحده مع بعضيها بسميها جانجلي. تمام. طيب نرجع بقى للانواع. انواعها هم 3 انواع. النوع الاولاني اسمه لاترال، والاسماء التانية اللي بين الاقواس دي طبعا مهمة، فيرتيبرال او بارا فيرتيبرال. وطبعا من من المسمى اسمها بارا فيرتيبرال جانجليا، هقدر اقول انها بريزنت في شكل تو تشين على البوث سايد اوف فيرتيبرال كولا. يعني هنفترض مع بعضنا ان ده السباين ده الفيرتيبرال كولا اهو، وهنقوم راسمين جواه السباينال كورد باللون الازرق، وبعدين هنقول ان دي الجانجليون. تمام. النيرف فايبر اللي طالع من السباينال كورد وداخل الجانجليون بسميه بري جانجليونيك نيرف فايبر. تمام. بري يعني ما قبل الجانجليون، لسه داخل الجانجليون اهو. طيب اللي طلع من الجانجليون ورايح للافكتور اورجان اللي قد يكون مثلا الاستومك. تمام. فبسميه بوست. ليه بوست؟ علشان ده ما بعد الجانجليون، طلع من الجانجليون وراح للافكتور اورجان. تمام. فطبعا المعلومة دي احنا هنحتاجها عشان توضح لنا الكلام اللي احنا هنقوله ان شاء الله. فهنكمل الكلام. بنقول ان البارا فيرتيبرال جانجليون دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلسلتين، سلسلة وسلسلة، كل واحدة فيهم موجودة على ناحية من الفيرتيبرال كولا. هي السلسلة دي عبارة عن حلقات عقد جنب فوق بعضيها كده على شكل سلسلة. قال لك ان في كل تشين، كل صفة يعني او كل سلسلة هتلاقيها بتتكون من 23 جنجلي. تمام. طب هم متفردين ولا متصلين ببعضهم؟ لا، السلسلة ما بتبقاش متفردة، لازم السلسلة تكون متصلة مع بعضها من الاول للاخر. اذا ال 23 جنجليا دول مرتبطين مع بعضهم بنيرف فايبرز. تمام. بشوية اعصاب برضه. طيب التو تشينز، السلسلتين دول بيسموهم سمباثيتك تشين. ليه؟ زي ما قلنا في الرسمة اللي فاتت اللي مسحناها، ان في عندي جانجليون اللي داخل منها اسمه بري جانجليونيك واللي طالع منها اسمه بوست جانجليونيك. قال لك ان السمباثيتك تشين دي اللي بيدخل لها بري جانجليونيك دائما بيكون سمباثيتك، فهنا سموها سمباثيتك تشين. ليه؟ لانها المين سايت، المركز الرئيسي اللي السمباثيتك بري جانجليونيك فايبر بتريح فيه قبل ما تطلع بوست جانجليونيك بعد كده. تمام. يبقى التسمية جت على حسب البري جانجليونيك اللي دخل فيها، كان نوعه سمباثيتك فسميناها سمباثيتك جانجليون. طيب قال لك تعالى بقى نقسم التشين دي. اصلا هي مش التشين دي واخده من اول السباينال كورد لحد اخره، زي ما انت شايف اهو موازيه للسباينال كورد، واخده من اوله لحد اخره.
وبالتالي هنقسمها برضو لسيجمنت. تمام. طبعا الدكتور احمد كان شرح لكم في الفيديو اللي في الانترودكشن، قال لك ان احنا هنقسم السباينال كورد ده سيجمنت، في جزء منه في منطقه العنق، وعددهم 8 سيرفايكال، وقال لك جزء منه موجود في منطقه الثوركس اللي هي منطقه الصدر يعني، قال لك عددهم 12، وقال لك في منطقه الابدومين اللي هي البطن عددهم 5، وقال لك في منطقه البلفز قال لك عددهم برضو 5، والكوكس الكوكس اللي هو العصعص قال لك عددهم 1. تمام. 1 بس ملتحم، يعني هم 5 بس ملتحمين مع بعض فبنعتبرهم 1. تمام. فمن هنا بقى طبعا ما تقوليش ان السيجمنت بتاعه السباينال كورد هي نفس السيجمنت بتاعه السمباثيك تشين، لا هتختلف شويه. يعني بدل ما قلنا 8 سيرفايكال في السباينال كورد، لا هنا هنقول 3 سيرفايكال. تمام. الثلاثه السيرفايكال دول في واحده فيهم سوبيريور فوق، وواحده ميدل في النص، وواحده انفيريور. كده انا خلصت السيرفايكال. يبقى الثلاثه سيرفايكال سوبيريور ميدل انفيريور. في 12 ثوراسيك زي يعني دول بقى ده في شبه السباينال كورد. في منطقه الثوركس كان في 12 سيجمنت، هنا برضه في 12 سيجمنت في منطقه الثوركس بالنسبه للسمباثيك تشين. كان في 5 لمبر في السباينال كورد، هنا في 4 لمبر. كان في 5 سيكرال، هنا في 4 سيكرال وواحد كوكسيجيني. تمام. sometimes الانفيريور سيرفايكال اللي هي هنعتبرها الثالثه عشان دي سوبيريور ودي ميدل ودي انفيريور، قال لك ان الانفيريور ده ساعات بتتحد مع الفيرست ثوراسيك علشان تعمل لي حاجه اسمها ستيليت جانجليون. قال لك ان اخر جانجليون في السيرفايكال لما بتبدا تتصل مع الاولى في الثوراسيك بيلتحموا مع بعضهم بس باكثر من نيرف فايبر، فبتلاقي شكل الاتنين جانجليون مع بعض بيعملوا شكل متشعب كده، او على شكل جانجليون واحده طالع منها اذرع، فبتكون شبه النجمه، فسميناها ستيليت جانجليون. تمام. وبكده نكون خلصنا اول نوع من انواع الاوتونوميك جانجليون، وهي البارا فيرتبرال او اللاترال جانجليون. ندخل على النوع الثاني اللي هو الكولاترال، او الاسم الثاني طبعا بين الاقواس نركز عليه بري فيرتبرال جانجليون. طيب ركز ما بين بري وبارا. بارا يعني مجاور، يعني على الجنبين بتوع الفيرتبرال كولا، انما ده بري جانجليون. تمام. قال لك دول موجودين فين؟ طبعا احنا لو جيت تلاحظ واحنا بنشرح كل جانجليون بنتكلم عن المكان موجوده فين، وبنتكلم سميناها كده ليه، وبنتكلم البري جانجليونيك فايبر اللي داخل فيها سمباثيك ولا بارا سمباثيك، ما بنقولش اكتر من كده. تمام. فهنطبق الكلام برضو ده على الكولاترال او البري فيرتبرال جانجليون. هي موجوده فين؟ موجوده في الابدومين. طب السمباثيك تشين اللي فوق، لا دي كانت تشين واخده من اول السباينال كورد لحد اخره، جايباه على البوث سايد اوف فيرتبرال كولم لو تفتكر. انما دي موجوده في الابدومين بس. طب فين في الابدومين؟ قال لك قريبه جدا من الاورطه والبرانشات الكبيره بتاعته. طب فين؟ تعال نشوف الرسمه دي. ده طبعا الابدومينال اورطه، ودي البرانشات بتاعته، ففي الغالب انها بتكون موجوده فين؟ قريبه منه جدا، تكاد تكون ملاصقه ليه اصلا. تمام. طيب طب احنا سميناها ليه بري فيرتبرال او سميناها كولاترال؟ قال لك على حسب اسم الارتري اصلا اللي هي عليه. فمثلا في حاجه اسمها عندك ان شاء الله هتاخد في الاناتومي في الابدومين حاجه اسمها السيلياك ترانك، وعندك حاجه اسمها السوبيريور ميزنتريك والانفيريور ميزنتريك ارتري. فهي لو موجوده على السيلياك ترانك مثلا بنسميها سيرياك جانجليون، لو موجوده على السوبيريور ميزنتريك بنسميها سوبيريور ميزنتريك جانجليون، طب لو موجوده على الانفيريور ميزنتريك بنسميها انفيريور ميزنتريك جانجليون. تمام. يبقى اذا التسميه جت على حسب المكان اللي هي موجوده فيه. قال لك والله لو موجوده في السيلياك ترانك بنسميها سيلياك جانجليون، لو موجوده على السوبيريور ميزنتريك ارتري مثلا بسميها سوبيريور ميزنتريك جانجليون، لو موجوده على الانفيريور ميزنتريك ارتري بسميها انفيريور ميزنتريك جانجليون. تمام. طيب النقطه الاخيره، قال لك هي شبه اللاترال جانجليون. خد بالك شبه اللاترال جانجليون يعني ايه؟ يعني اللي داخل فيها البري جانجليونيك فايبر اللي داخل فيها بيكون سمباثيتك، يعني ده السايت اوف ريلي اوف سمباثيتك بري جانجليونيك، هو داخل فيها يعني ما قبلها بيكون سمباثيتك بري جانجليونيك. تمام. نفس الكلام طبعا قلنا فين؟
قلنا في اللاترال جانجليون. ندخل على اخر نوع من انواع الجانجليون وهو التيرمينال او البريفرال جانجليون. طيب ناخد المكان كالعاده، هي موجوده بريزنت نير ذا وول اوف ذا افكتور اورجان. يعني ايه؟ يعني مثلا فلنفترض على بس عشان نرسمها عشان الكلام يبقى واضح. هنفترض مثلا ان دي الاستومك، وهنفترض ان ده مثلا السباينال كورد اهو، وده طالع مثلا ده بري جانجليونيك فايبر. ارسم بقى الجانجليون هنا؟ لا، الجانجليون اهي، اوصل بقى عادي، ده البري جانجليونيك اهو. طب فين البوست جانجليونيك؟ ادي البوست جانجليونيك بس. اذا المكان هنا بتكون نير ذا وول اوف ذا افكتور اورجان، تمام؟ سبيشالي في الوول اوف بلفيك فيزرا اند ذا هارت. يعني بيقول لك موجوده فين؟ على الاورجان اللي موجوده في الابدومين او في البلفز، وخصص لك كمان ايه؟ الهارت في السوركس فوق. طب هل هي يعني زي ما احنا راسمينها كده بره ولا جوه ولا في الوول؟ قال لك هي امبيدد في الوول. فين؟ في الوول. عشان كده سميناها انترا ميورال جانجليون. طبعا في الترمينولوجي زي ما دكتور احمد شرح لكم على الفيديو اللي رفعه على القناه بتاعته، قال لك ان كلمه ميورال ريفير لجدار. يعني فلنفترض ان ده هالو اورجان مثلا اهو من جوه، وده كات سيكشن فيه واخدينه بالعرض كده، واحنا بنبص له من فوق. ها، الجنجليون بتكون فين؟ في الوول، في النص هنا اهو، تمام؟ طيب نرجع نكمل. فمن مكانها سميناها انتراميورال عشان هي مدفونه في الجدار بتاع الايه؟ بتاع الاورجان، البلفيك اورجان والهارت، تمام؟ ولكن الاختلاف الوحيد عن التو تايبس اللي فاتوا ان الجانجليون دي اللي بيعمل فيها ريلي بري جانجليونيك نيرف فايبر، ولكن الاختلاف هل هو سمباثيتك ولا بري سمباثيتك؟ بارا سمباثيتك؟ لا، هو بارا سمباثيتك، وده الاختلاف الوحيد. الكولاترال بيعمل فيها ريلي هو السمباثيتك بري جانجليونيك نيرف فايبر. طيب اللاترال اللي بيعمل فيها برضو ريلي هو برضو بالفونت التقيل اهو، الخط التقيل كاتبها لك، اللي بيعمل فيها ريلي هو السمباثيتك بري جانجليونيك نيرون، تمام؟ ولكن الاختلاف في التيرمينال اللي بيعمل ريلي فيها هو البارا سمباثيتك بري جانجليونيك نيرون. طبعا ده رسم توضيحي للكلام اللي احنا قلناه. فبفرض ان احنا رسمنا هنا السباينال كورد في المنطقه دي كده اهو، نرسمه عشان الكلام يبقى واضح اهو. انا فرضت ان ده السباينال كورد، تمام؟ وبقول لك ان اللي طالع ده اهو، السهم الازرق اللي داخل ده اهو، ده البري جانجليونيك سمباثيتك بري جانجليونيك نيرف فايبر. طالع منه بقى ايه؟ البوست جانجليونيك، واحد رايح على التراكية البرونكاي زي ما انت شايف اهو، واحد اللي هو القصبة الهوائية، واحد رايح فيهم على الهارت، واحد رايح فيهم على الاستومك، واحد رايح فيهم على السكين مثلا، واحد رايح فيهم على السليفري جلاند، تمام؟ طيب بص بقى الكلام ده. طب من الرسمة دي اقدر احدد نوع الجانجليون دي؟ الجانجليون اللي مرسومة قدامي دي لو داخل فيها بري جانجليونيك سمباثيتك، اذا الجانجليون دي قد تكون وقد تكون، تمام، قد تكون لاترال او بيسموها بارا فيرتبرال، او قد تكون كولاترال النوع الثاني. ليه ما تنفعش تيرمينال؟ لان التيرمينال اللي بيدخل فيها بري جانجليونيك دائما بيكون بارا سمباثيتك. اتمنى تكون الايه الرسمه دي مفهومه. هندخل بقى على ايه؟ على اخر حاجه في الدرس، وهي الفانكشن اوف اوتونوميك جانجليون. هي الجانجليون اللي احنا بنشرح فيها دي وظيفتها ايه او لازمتها ايه انها تبقى موجوده في الجسم؟ قال لك سبحان الله، هي وظيفتها لها عده وظائف مهمه، ومن اهمها بيقول لك انها بتعمل سبريدنج ميكانيزم فور سيجنالز. يعني ايه؟ طبعا الكلام ده هيعوز تركيز منك، بس افهمه وان شاء الله الدنيا هتبقى سهله. بفرض ان ده السباينال كورد الرسمه العاديه،
وبفرض ان ده البري جانجليونيك نيرف فايبر، ودي الجانجليون عادي، و وده البوست جانجليونيك. تمام. فاكر الرسمه اللي فاتت اللي فوق؟ كنت قلت لك بيدخل بري جانجليونيك نيرف فايبر واحد وممكن يطلع لك حوالي عن 5 6، واحد يروح لللنج، واحد يروح للبرونكاي، واحد يروح للاستومك، واحد يروح للهارت، واحد يروح مش عارف للسبلين، واحد يروح للليفر. تمام. يعني سلك واحد بمعنى اصح داخل وطالع منه كذا سلك، يعني بري واحد داخل وطالع كذا بوست. تمام. هل ده مهم؟ طبعا ده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ قال لك ده مهم في حاله السمباثيك نيرفس سيستم اونلي. ده مهم في السمباثيك جدا. طب ليه؟ قال لك السمباثيك نيرفس سيستم لابد ان يعمل كوحده واحده. بمعنى واحد آه واحد نبضات قلبه سريعه وبينهج وبيجري. هل تتوقع انك تشوف واحد بيجري نبضات قلبه عاديه واطيه مش عاليه بمعنى اصح؟ لا طبعا. لما واحد بيكون بيعمل ستريس او اي اكشن السمباثيك، اي اكشن سمباثيك، بتلاقي كل السمباثيك شغال. يعني واحد بيجري، بالتالي شوف هتلاقي عليه ايه. اولا هتلاقي نبضات قلبه سريعه جدا بفعل السمباثيك، هتلاقي نفسه بينهج بفعل السمباثيك. فده مهم ليه؟ ليه بقى؟ لان انا قلت لك لو السمباثيك شغال اذا الهارت محتاج شغل علشان نبضاته تزيد، اذا اللنج محتاجه شغل عشان تلاقيه بينهج، وهكذا. ومن هنا انا قلت لك حته الدايفرجنس اللي هي التفرع او التشعب للنبضات مهم جدا في حاله السمباثيك، علشان السمباثيك لا يعمل الا كوحده واحده. تمام. تعال نشوف الكلام ده مكتوب ازاي. قال لك الاوتونوميك جانجليون بتعمل لك سبريد ميكانيزم للسيجنالز، يعني انتشار للنبضات من خلال الدايفرجنس اللي هو ايه؟ سلك داخل في الجانجليون يطلع 5 6 سلوك. تمام. قال لك this function بتظهر في حاله السمباثيك بري جانجليونيك فايبر، لانها لما بتعمل ريلي في الجانجليون بيطلع كذا واحد لمين؟ للافكتور اورجان. وحدد لك طبعا السمباثيك بري جانجليونيك لاترال وكولاترال طبعا جانجليون. ده بيسمح بايه بقى؟ ماركت دايفرجنس، في تشعب كتير جدا انت بتشوفه للسمباثيك امبلس، وبالتالي بيؤدي الى جنرالايزد سمباثيك فانكشن، يعني السمباثيك يشتغل كله، هارت يشتغل ولنج تشتغل وباقي الاعضاء تشتغل سمباثيك. وده كويس لان السمباثيك نيرفس سيستم required to act as a whole. يعني السمباثيك بيتطلب انه يعمل كوحده واحده. لو في نبضات هتشتغل بسرعه، في نبض عالي اذا في نفس سريع، وهكذا. طيب اون ذا اذر هاند، يعني من الناحيه الثانيه احنا بنقول لك البارا سمباثيك بقى. احنا الكلام ده كان كله عن السمباثيك بري جانجليونيك. طب البارا سمباثيك بري جانجليونيك فايبر، ده بيعمل ريلي. طب بيعمل ريلي في انهي جانجليون لو شاطر؟ في التيرمينال. تمام. لو فاكر بقى ارجع للانواع فوق، قلنا ان التيرمينال بيدخل لها بري جانجليونيك فايبر بارا سمباثيك. تمام. طيب هل الجانجليون بقى هنا طب وضعها فين؟ قال لك لا، دي في الافكتور اورجان زي ما اتفقنا، قلنا انتراميورال لو فاكر في البطانه بتاعه الايه؟ بتاعه الاورجان. تمام. في الوول. طيب ده بيليمت الدايفرجنس ليه؟ تعال نرسمها برضو وانت هتفهم ان شاء الله. بص يا سيدي، بفرض برضو ان ده السباينال كورد، وبفرض ان ده البارا سمباثيك بري جانجليونيك فايبر، وقلنا ان دي الاستومك مثلا اهي، وقلنا ان هنا مثلا هنفترض ان الجانجليون في الوول طبعا مدفونه في الوول وداخل البري جانجليونيك. هل في فرصه ان يحصل تشعب ويطلع واحد بقى من هنا 5 6؟ لا، اصل ده موجود في الوول، هيطلع ازاي؟ انما لو الجانجليون بعيده شويه، لا، انا ممكن اطلع واحد من هنا للاستومك، واطلع من هنا كمان واحد للهارت لو عايز، واطلع من هنا مش عارف واحد لللنج، وهكذا. انما طول ما الجانجليون قريبه او في الوول بمعنى اصح بتاع الافكتور اورجان، بيبقى فيه حدود طبعا في حته الدايفرجن او ان يحصل تشعب للبوست جانجليونيك اللي طالع، بتكون ضعيفه جدا. تمام. يبقى ده الاختلاف ما بين الايه؟ ما بين الاثنين. فنكمل.
بيقول لك ده بيليميت الدايفرجنس والسبريد اوف باراسمباثيك امبلس. طب هل ده كويس؟ ده بيليدنج تو بيعمل لوكالايزد باراسمباثيك فانكشن، وده بينيفيشيال. طب هو كويس ليه الكلام ده؟ قال لك لان الباراسمباثيك لو اشتغل كوحده واحده زي السمباثيك البني ادم ده هيموت. ليه؟ طبعا انت هتدرس ان شاء الله فيما بعد يعني في حاجه اسمها السي في اس او السيركيوليشن، ان الفيجاس نيرف ده هو اللجام بتاع الهارت. يعني الهارت ربنا خلقه بيشتغل كل حاجه فيه عاليه، عايز نبضاته تبقى عاليه، عايز ضخ الدم يبقى عالي، عايز كل حاجه فيه تبقى عاليه. بس ربنا عمل له الجام يهديه علشان ما يفلتش، حط له حاجه اسمها الفيجاس نيرف. تمام. فانا بقول لك الباراسمباثيك لو اشتغل مثلا كوحده واحده، كل الاورجان اللي في جسمك هتخضع للانهبيشن، هتبقى مثبطه بمعنى اصح، وبالتالي ده ممكن يكون فيتال عليك. يعني الباراسمباثيك مثلا لو اشتغل على الهارت هيقلل فيه كل حاجه، وبالتالي ممكن البني ادم يموت. فمن هنا قال لك ايه؟ ده بينيفيشيال ان ما يبقاش فيه دايفرجن. لا، لو حصل دايفرجن كل السيستمز بتاعت الباراسمباثيك هتشتغل مع بعض. طيب هو كويس ان كله يشتغل مع بعض؟ قال لك لا، هيموت. طيب كويس ان واحد بس يشتغل، ان سيستم واحد، ان اورجان بس واحد يشتغل بالباراسمباثيك؟ طبعا. قال لك لانهم لو اشتغلوا كلهم مع بعض هيديك undesirable effect which may be dangerous or fatal. تمام. وبكده نكون ان شاء الله خلصنا الاوتونوميك جانجليون. وانا اسف ان اخر كلمه قلتها كانت فيتال، لكن ان شاء الله شويه تركيز وهتبقى ملك الاوتونوميك ان شاء الله.